هل في وسائل لعلاج الضعف الجنسي غير العلاج الدوائي؟ معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعنق. طبعا في وسائل كتير لعلاج الضعف الجنسي غير الدواء، لأن في حالات كتير جدا الأدوية للأسف ما بتنجحش في علاجها، أو المرضى بيشتكوا من الأعراض الجانبية بتاعة الدواء، أو بيحصل تداخل ما بين الأدوية دي وأدوية هم بياخدوها بتمنع إن هم يكملوا على هذه الأدوية. من أحد أأمن الوسائل اللي ممكن نستخدمها لعلاج حالات الضعف الجنسي هي الدعامات الدائمة، سواء الدعامة المرنة أو الدعامة الهيدروليكية اللي بتتركب في عملية بسيطة تحت مخدر نصفي، بتحل المشكلة بصفة دائمة ومضمونة وفعالة، والمريض بيتعافى منها في خلال فترة صغيرة، بيخرج من المستشفى ممكن في نفس اليوم، يبقى يتعافى بيمارس حياته الطبيعية في خلال أسبوع أو أسبوعين بالكتير. أنواع الدعامة: في الدعامة المرنة والدعامة الهيدروليكية. الدعامة المرنة بتساعد إن هي تضمن وجود ممارسة أو انتصاب لفترات دائمة. الدعامة الهيدروليكية أكثر مشابهة للحياة الزوجية الطبيعية، وبتساعد إن المريض يقدر يعيش حياته ويلبس لبس طبيعي من غير ما يقلق إن ممكن حاجة تكون باينة أو حد من الناس يشوف. عمليات الدعامة بقت بسيطة في الفترة الحالية، وفي أنواع كتيرة من الدعامات ممكن تتركب. دعامات ليها مقاسات مختلفة بتتحدد طبقا للفحص السريري والفحص أثناء العملية وبعض الأشعاعات اللي بتتعمل قبل تقرير نوع الدعامة ومكان تركيبها. استنونا في فيديوهات تانية نتكلم فيها عن علاج الضعف الجنسي للرجال.